حبايبي عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا باسعد حال وبخير ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، هنا احنا طبعا نزلنا السوق. تعالوا بقى ايه، هنطلع حاجه كده. دي طبعا مامته كانت ايه جايبه لي سمك، تمام. هي كانت جايبه نعناع وكده، ادتني ربطه قالت لي اشربي بيها الشاي. جبت طبعا انا ربطه الجرجير وطماطم وكده اهو. بصوا بقى انا اللي هطلعه بقى ايه هوريهولكوا هنا، تمام. ربطه الجرجير جبت الاتنين ب5، وجبت طماطم، وجبت هنا فلفل. طبعا انتوا عارفين ان الفلفل، ثواني افتح البيت. بصوا بقى جبت هنا طبعا الفلفل الحراق ده، انا بحبه. بعمل بيه اكلي او بحبه مثلا جنب الاكل او كده. يعني انا النهارده كنت عامله سمك، حطيته كده وقعدت كلته كده اخضر، غسلته وكلته اخضر، تمام. هنفضي بقى الحاجه ونرجع لكم تاني، تمام. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا انا كده فضيت الحاجه، بسم الله ما شاء الله اهي. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله. بصوا انا الفلفل ده اول لما شفته قلت الله، بلح احمر. انا بحب البلح طبعا، بيعجبني قوي الفلفل الاحمر ده. في نفس الوقت بيبقى بارد، وفي نفس الوقت بيبقى احمر كده، وايه بينفع بقى البتنجان، بينفع للسمك، بينفع مثلا تعملي بيه سلطه، بينفع كل حاجه. تمام. طبعا انا جبته هنا ده ب20 جنيه. والله بعد ما جبت قلت يا ريتني كنت جبت ب50 جنيه، بس يلا مش مشكله، هو كده كده طالع، والزيتون طالع، وايه طبعا الحاجات دي طولة الزيتون موجود، الحاجات دي موجوده، تمام. اول ما الزيتون يمشي بقى الحاجات دي بترخص وبتختفي. الفلفل الاخضر ده انا قررت يا حبايبي اعمله، اللهم صل على النبي، مخلل، يعني هعمله مخلل، تمام. جبته ب20 جنيه، ده ب20 جنيه، تمام. كان في واحد بيبيع دوت ب15 جنيه، بس خفت يعني ايه، لقيت ده احسن. انا شفت ده احسن، لكن ده ثابت ب20 جنيه في كل حته. جبت طبعا بقى الطماطم دي ب15 جنيه. جبت ربطه الجرجير ب2 جنيه ونص. جبت البتنجان ده، انتوا عارفين البتنجان بقى انا بحب البتنجان. فجبت طبعا ايه كيلو ونص ب10. وجبت بقى خضره، مش قادره اقول لكم طبعا على الخضره، يعني بصوا حاجه كده مش قادره اقول لكم بصراحه. ربنا يسترها يا رب ويعديها على خير. طبعا الشتاء هتيجي وانا هخزن بعد كده خضره للشتاء، انا مش هعتمد بعد كده على الخضره بتاعت الصيف دي، لان الخضره بتاعت الصيف الصراحه يعني مدمره حياتي، تمام كده بقى يا حبايبي. انا طبعا وريتكم انا جبت الحاجه وقلت لكم اسعار الحاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله، الطبق ده يعني احسن طبق على قلبي بصراحه. لما تعملي بقى شويه جبنه بقوطه كده، وتقطعي بقى قرنين فلفل من الاحمر ده على قرنين فلفل من الاخضر ده، الف هنا وشفا يا حبايبي. ربنا يا رب كده يفك كرب كل مكروب، ويدي حاجه كل محتاج، ويشفينا ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. ويصلح حال الجميع، ويبعد الغمة عن الأمة، وربنا ما يعوز حد لحد أبدا، ولا يحك حد لحد أبدا، ودايما كده كلنا عندنا الخير، ويبعد عننا الشر يا رب. وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن. أنا عندي أمل إن شاء الله بإذن الله فاللي جاي أحسن. طبعا طول ما الواحد بيقول يا رب وموكل ربنا في حاجات كتيرة قوي، ربنا إن شاء الله بإذن الله عمره ما هيخجله ولا طبعا هينساه، لان ربنا ما بينساش حد. الحياة طبعا طويلة ومشاكلها كتير جدا زي ما انتوا عارفين. كل واحد عنده مشكلة غير التانية، وكل واحد في بيته بيقابله حاجة غير التانية. بس في حاجات ما تقدرش الست او الراجل بعد اوقات ان هو يقدر يستحملها. بس يعني بنقعد بقى نقول للعيال وكده والبيت والدنيا يعني ربنا يا رب كده يصلح حالنا وحال الجميع، ويهدي سرنا جميعا، ويبعد عننا اي شر، ويقدر لنا كل خير يا رب. وطبعا داخلين بقى طبعا على المدارس، وهنشوف بقى المعجنات كده، ونعمل كده كام حاجة للمدرسة. ربنا يا رب كده يصلح حالنا وحال الجميع يا رب.
هنعمل شويه قراقيش، هنعمل شويه قرص طريه، هنعمل شويه قرص بالجبنه. يعني هوريكم كام حاجه كده ان شاء الله باذن الله. يا رب تكونوا طبعا بتستفادوا مني حتى لو 1%. المعجنات لازما في الشتاء. نصيحه مني ليكم ان انتوا ما تسهوش عن موضوع المعجنات. جوزك رايح الشغل عايز ياكل قرصه ويشرب كوبايه شاي وهو نازل. بنتك طبعا تديها قرصه وهي ماشيه رايحه المدرسه. ابنك، حبايبك، اصحابك، اللي يقدر يعمل حاجه يعملها. يعني ايه، ما نبخلش على بعضينا حتى لو بمعلومه حلوه. ما نبخلش وما نقولش ايه لا خليها في قلبنا. لا، اللي عنده معلومه طبعا يقولها لي، يكتبها لي على التعليقات. انا بشوف كل تعليقاتكم وبقراها طبعا. كل تعليقاتكم الجميله بتخش في قلبي. وطبعا التعليقات السلبيه انا بنساها وما برضاش ان انا ايه اتعامل فيها كتير، وما برضاش ان انا اتكلم فيها كتير. فربنا يا رب يصلح حالنا وحال الجميع ويروق بالنا، وكل اللي محتاج حاجه ربنا يديها له يا رب. نصلي على النبي بقى ونستغفر ربنا كتير، وان شاء الله باذن الله. والله ربنا مش بينسى حد. ربنا يا رب كده يصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. يلا يا حبايبي، اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. انتظروني ان شاء الله باذن الله. الفيديو اللي جاي اعمل لكم حاجه المدارس وتستفادوا مني بكل الخير ان شاء الله.